كيف رفرفت أعلام دول الاستعمار في مناطق الدفاع المشروع باراسين ميديا. مفهوم مناطق الدفاع المشروع الذي طرحه جالان في إمرالي لا دلالة تاريخية له. الحق هو تسمية هذه المناطق بالمناطق المحتلة من قبل حزب العمال الكردستاني باكاكا. فعندما ننظر من زاوية باكاكا فإن حفطانين وبهدنان وخواكورك وبرادوست وقنديل جميعها تقع ضمن حدود ما أطلق عليها تسمية مناطق الدفاع المشروع، أي الجزء الحدودي من إقليم كردستان المحاذي لباكور كردستان، ويضم جبالا وقمما وسهولا بالغة الاستراتيجية. فيمكننا تعريف هذه المنطقة بحسب الأهداف التاريخية لكل من تركيا وإيران، بل وحتى الدولة العراقية. فوفق الرؤية التركية بعض المناطق التي حددتها الدولة التركية عام 1920 ضمن الميثاق الوطني ميثاق ملي لا تزال ضمن حدودها، وهذه المنطقة موقع مركزي تتكون من أهم الجبال الاستراتيجية المؤثرة والمطلة على سهل نينوى وأربيل، بمعنى أن 85% من مناطق الدفاع المشروع لباكاكا هي ضمن الأهداف التوسعية التاريخية لتركيا. أما بالنسبة للمصالح الإيرانية فإن 15% من مناطق الدفاع المشروع لباكاكا تقع في منطقتي قنديل وخنيرة الواقعتين ضمن الأطماع الاحتلالية الإيرانية. غالبية قمم وسفح جبل قنديل والذي هو امتداد لسلسلة جبال زاغروس داخل حدود محافظة أربيل، بينما الجزء الآخر منها يقع ضمن حدود محافظة السليمانية. المكان المعروف إعلاميا بجبل قنديل يستهل بقمة جبل قنديل ويضم العديد من القرى والوديان المنحدرة من الجبال. لها طريق رئيسي يربط بين رانيا، تشومان وسيداكان. قنديل المنطقة الأكثر استراتيجية في كردستان. لم يتمكن الجيش العراقي خلال عهد صدام من التوغل فيها بسبب تمركز وتواجد بيشمركة كردستان في المنطقة. هذه المنطقة البالغة الاستراتيجية وصفها باكاكا بأنها مركز مناطق الدفاع المشروع. بعد انسحابه من باكور كردستان عام 99 انسحب ما يقارب من 3000 جريلا لباكاكا وتمركزوا في سفح جبل قنديل. أصبحت المنطقة فضلا عن كونها ساحة كفاح مسلح أصبحت مركز النضال والعمل السياسي والتنظيم لكافة الكيانات التابعة لباكاكا وأجنحته المختلفة كبجاك، بايادا، باجاداكا وغيرها من تشكيلات كاجاكا. لم يتمكن باكاكا من تكوين علاقات جيدة وجادة مع الأهالي هناك، ولكن من أجل تحقيق توازن بسيط أنشأ باكاكا مؤسسة أطلق عليها بلدية قنديل، وأرادت إظهار سيادتها هناك وراء تقديم خدمات محدودة نسبيا. عام 2012 حدثت عملية كانت من شأنها تغيير قدر قنديل، ولسبب أو آخر لا أحد يتحدث عنها. وبعد الحرب الشكلية بين إيران وباكاكا بجاك في تشرين الأول عام 11 وإثر معاهدة الجاسوسان تم تسليم جميع المناطق الاستراتيجية في جبل قنديل للجيش الإيراني. كانت منطقة قنديل مركزا للحرب طوال السبعينيات إلى تسعينيات القرن الماضي، ولكن لأول مرة تم رفع علم قوة استعمارية هناك. احتلت إيران عموم المنطقة من سهول ووديان وسيطرت عليها من خلال بناء قواعد عسكرية لها. فعندما ننظر إلى منطقة قنديل في ليل مظلم تظهر كمدينة كبيرة بسبب أضواء قرقولات والقواعد العسكرية الإيرانية. قنديل والتي كانت بمثابة قلعة وأسطورة مناطق الدفاع المشروع أهداها باكاكا إلى إيران. مناطق الدفاع المشروع لباكاكا والممتدة من حفطانين إلى مثلث زاغروس متطابقة ومتوافقة تماما مع مشروع الميثاق الوطني للدولة التركية. وإذا فسرنا هذا الوضع من الناحية الجغرافية فيبلغ طول الحدود بين باكور كردستان وحكومة إقليم كردستان 331 كيلومترا، منها 107 كيلومترات عبارة عن ممرات مائية و224 كيلومترا من الجبال الشاهقة والوديان الوعرة. تم احتلال هذه الجبال المحصنة والوديان الوعرة التي يبلغ طولها 224 كيلومترا في السنوات الأربع الماضية من قبل تركيا. توغلت جيوش الأتراك بعمق 45 إلى 50 كيلومترا من هذه 224 كيلومترا الاستراتيجية، بينما الجغرافية 107 كيلومتر المتبقية توغلت فيها بعمق 20 إلى 25 كيلومتر.
يمتد القسم الأول منها من حفتنين، متينة، زاب، أفاشين وصولا إلى جوفاندية. والمنطقة الثانية من هذه الجغرافيا تمتد إلى خواكورك وخنيرة. رفعت الدولة التركية علمها وشقت طرقا وبنت قواعد عسكرية في الأماكن والمناطق البالغة الاستراتيجية، بمعنى أنه من الناحية الفعلية توغلت تركيا وتمركزت في الجزء الغاية في الاستراتيجية من المنطقة وفق مخطط الميثاق الوطني التركي. المناطق التي نقول بأن دولة تركيا اجتاحتها واحتلتها كانت كلها مناطق خاضعة لسيطرة بكك من عام 88 ولغاية 99. المناطق التي كان بكك يزعم أنه سيؤسس فيها جمهوريته وحكومته وبرلمانه لم يبقى منها تحت سيطرة التنظيم اليوم سوى غارة. فغارة هي ساحة حرب البكك ومنطقتها العسكرية، حفر فيها الأنفاق ولم يعد هناك أي مظاهر للحياة فيها. ووفق حساباتنا العملية تم تسليم 15% من مناطق الدفاع المشروع إلى إيران، أما بالنسبة ل80% المتبقية فقد تم إهداؤها لتركيا، بينما بقي 5% فقط من هذه المنطقة والتي هي مساحة جبل غارة بقيت في أيدي بكك. فتساؤل كيف استفاد الكرد من مناطق الدفاع المشروع غاية في الأهمية، علما أن الإجابة هي صفر كبير. نعم، فحتى قبل انطلاق العمليات العسكرية التركية على كردستان والتي بدأت عام 2019 كان بكك ينشر مسلحيه وحراسه في المنطقة. علقت صور وملصقات كبيرة لأوجلان، رفعت أعلام هبك وبكك، أقيمت حواجز التفتيش في المنطقة للتفتيش عن هويات المارين فيها. لم يكونوا يسمحون حتى بزيارات البيشمركة للمنطقة. لم يكن البيشمركة من أهالي قرى المنطقة يتمكنون من العمل في مزارعهم وحقولهم. أجبر القرويون في هذه القرى على دفع الضرائب والإتاوات لبكك علاوة على تعرضهم للتهديدات والإساءة. فحتى عام 2013 لم تكن العلاقات وطيدة وجيدة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وبكك. كان بكك يتهم ويعتقل أهالي منطقة بشتدار بتهم التجسس والتخابر للاتحاد الوطني. ولكن بعد عام 14 تغير الوضع، ولكن هذه المرة تم اعتقال الأهالي الأبرياء بتهمة التخابر والتجسس لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، أي أن أهالي تلك المناطق أو من يملكون حقولا فيها كانوا يتعرضون لظلم واضطهاد كبيرين من قبل بكك من جانب وتركيا وإيران من جانب آخر، وحرموا من قراهم. بمعنى أن مناطق الدفاع المشروع كانت مشروعا لترحيل الكرد وتهجيرهم من أراضيهم وديارهم. لكن النقطة الأكثر إثارة للاهتمام هنا هي أن بكك قام بتسليم 15% من مناطق الدفاع المشروع منها لإيران و80% لتركيا، لكنه لم يسمح لبيشمركة كردستان بعبور 1% من هذه المناطق، بل حتى قواعد البيشمركة المتواجدة حول المنطقة كان بكك يعتبرها بمثابة إعلان حرب. وبالفعل بعد عام 19 استشهد 9 من عناصر بيشمركة كردستان على يد جلاوزة وجلادي بكك. فعندما نرى كل هذه المعلومات والحقائق نواجه صراحة هذه الحقيقة: مناطق الدفاع المشروع هي مناطق يستقطعها بكك من أرض إقليم كردستان ويتاجر بها ويساوم عليها مع دول الاحتلال. مر 22 عاما على إعلان مناطق الدفاع المشروع، والآن يرفرف علم تركيا وإيران في أعالي سماء تلك المناطق. لهذا السبب أصبح مفهوم تاريخي هام للكرد إعلاميا من قبل بكك كمبرر له لإهداء أراضي كردستان المقدسة للمستعمرين الغزاة. نعم، مناطق الدفاع المشروع هو مفهوم فعلي لسياسة الخيانة للعمال الكردستاني بكك بحق الكرد في القرن 21. فبعد الألفية الثانية سقطت عموم المناطق التي كان بكك يزعم قائلا هذا لي لا يستطيع أحد دخوله، سقطت بيد الاحتلال ورفرفت فيها أعلام المحتلين. فها هو العلم الإيراني يرفرف في أعالي قمم قنديل، بينما يرفرف علم الأتراك في عفرين، سليكانية، حفتنين، كوراجار، متينة، خواكورك وزاب، بينما يرفرف علم الدولة العراقية ورايات ميليشيات الحشد الشعبي في شنغال. لهذا باتت مناطق الدفاع المشروع فلسطين ميديا لعنة تلاحق تاريخ كردستان وستظل.